استجابة سريعة ومعالجة حازمة. نهج الحكومة السعودية الجديد. رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان يوجه بنقل والد المواطن السعودي الذي تسبب في إقالة وزير الصحة أحمد الخطيب بطائرة إخلاء طبي للعلاج في ألمانيا، وهو الذي كان يطلب فقط من الوزير المقال توفير سرير لوالده في أحد المستشفيات داخل البلاد. وكان الملك سلمان أصدر أمرا في منتصف ليل الجمعة بإعفاء وزير الصحة أحمد الخطيب بعد المقطع الذي ظهر فيه الخطيب مع أحد المواطنين الذي طلب علاج والده شمال البلاد. الإقالة جاءت أيضا بعد أنباء عن قصور في أداء الوزير والوزارة في إدارة ملف الصحة، أحد أهم الملفات التي تشغل الشارع السعودي. إعفاء وزير الصحة الذي لم يكمل على كرسيه أكثر من 2.5 شهر. سبقته إقالة وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بعد ساعات فقط من تقديمه عرضا أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية عن خطته للتعامل مع أزمة السكن، ليعين مكانه الدكتور عصام بن سعيد. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، قرار لقي ترحيبا شعبيا كبيرا ووصفه مختصون في العقار بالتحول الذي سيسهم في خفض أسعار الأراضي المرتفعة. إعفاء وزيرين في أقل من 2.5 شهر مؤشر يقول عنه مراقبون بأنه يعكس شخصية السعودية الجديدة الشابة التي لا تتأخر في قراراتها الحازمة أمنيا وعسكريا كما في عاصفة الحزم، أو إداريا كما في إقالة الوزراء المقصرين ومعالجة أهم الملفات التنموية.